السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع حضراتكم الدكتورة آية. إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهي الأخطاء ممكن الناس تعملها من غير ما تاخد بالها أثناء استخدام الأدوية. والأخطاء دي ممكن تكون بسيطة جدا في نظر البعض، لكن في الحقيقة هي ممكن تسبب مضاعفات خطيرة جدا، ممكن تخلي الدواء ملوش أي لازمة، ملوش أي فايدة، كأنك ما أخدتوش. والنهاردة أنا معاكم عشان أقول لكم على 7 أخطاء شائعة وخطيرة هتتفاجئوا بيها. قد إيه هي الأخطاء دي بتحصل في شكل يومي معانا. أول خطأ معانا هو أخذ الدواء على معدة فاضية. في أدوية لازم تتاخد بعد الأكل، لإما بتهيج المعدة وبتأثر عليها وممكن بتعمل قرح، زي ما هوضح لكم أمثلة عن الموضوع ده. زي المسكنات يا جماعة، زي النبروكسين، زي البروفين، زي الأسبرين، دي كلها أدوية لازم تتاخد على معدة مليانة، يعني تتاخد بعد الأكل وانت المعدة يكون فيها أكل، متتاخدش على معدة فاضية وتبقى مباشرة ما فيها احتكاك بينها وبين جدار المعدة بشكل كبير. طيب لو اتاخدت على معدة فاضية أو هي لوحدها ومن غير أكل، بتسبب قرح في المعدة وممكن تسبب كمان نزيف لجدار المعدة. طيب الحل نعمل إيه؟ الحل إنك تستشير الصيدلي أو الطبيب، أو على الأقل تقرا النشرة بتاعت الدواء قبل ما تاخد، تشوف على معدة فاضية وعلى معدة مليانة، علشان تتجنب أي عواقب ممكن تحصل. وزي ما قلنا هي حاجات بتبان إنها بسيطة جدا أو ما تجيش على بالنا، لكن هي طبعا بتبقى خطيرة جدا، ومع الاستمرار كمان الأثر بتاعها بيزيد وبيتضاعف بصورة يعني ما تتوقعهاش. وبتبقى يعني حاجة صغيرة انت لو اتجنبتها بتغنيك عن مشاكل كتير ممكن تحصل لك. في برضو يا جماعة خطأ تاني، الأقراص المغلفة. في أقراص كده بتكون حواليها في زي كود كده أو مغلفة، في ناس بتكسرها أو ممكن تمضغها. الأقراص دي هي مغلفة لسبب، هي مش غاويين يتعبوا نفسهم يعني. الأقراص المغلفة دي تتبلع زي ما هي، وتتكسرش ولا تتمضغ. الأقراص دي بنقول عليها زي اللي هي انتري كوتد، فيها غلاف، محاطة بغلاف، أو اللي هي سلو ريليز، معمولة لغرض معين علشان تطلع ببطء، وليها وقت معين انها تقعد في الجسم عشان تدي مفعول. فانت كده اللي هي لا اما معمول لها كوت علشان الماده بتاعتها مثلا شديده وعاوزينها تتحلل في مكان معين في الجسم، ممكن الدواء ده المفروض يشتغل في القولون ما يشتغلش في المعده، مش عايزينه يتحلل في المعده. سلو ريليز علشان الديوريشن معينه او مده معينه، لولا مثلا ما تدي الافكت بتاعها. يعني بتبقى حاجات في صناعه الدواء. فانت لما تلاقي حاجه يعني تلاقي حاجه ليها زي كود او مغلفه، طبعا انت ما تكسرهاش وما تمضغهاش، دي معموله بتقنيه معينه علشان الافكت بتاعها تستفاد بيه بالطريقه المقصوده بيه. فانت طبعا حضرتك لما تكسرها او تمضغها، انت كده بتطلع الدواء وبتخليه يطلع مرة واحدة، وده بيسبب اعراض جانبية خطيرة او ممكن يقلل الفعالية زي ما قلنا. هم بيكونوا عاملينها كده زي ما قلنا علشان يقللوا من اعراض جانبية معينة، زي انهم مثلا المفروض الدواء ده يبقى حمضي، المفروض يتحلل في مكان معين ما يتحللش في مكان تاني، او المفروض الدواء ده قلوي بيتحلل في مكان معين ما يتحللش في مكان تاني. انت بتدخل الدواء في مكان غلط غير اللي هو المقصود انه يدخل فيه. دي نقطة. النقطة التانية نكون عاوزين سلو ريليز علشان ديوريشن معينة، عشان تبقى مدة معينة لولا ما يتحل في الجسم، عشان الإفكت يقعد لمدة أطول وما تاخدش برشام كتير على الفاضي وتضر الأعضاء الداخلية بتاعة الجسم. هي معمولة علشان يطول في الجسم لمدة معينة من غير ما انت تضطر تاخد تاني. فطبعا لما بتكسر او بتمضغ الاقراص اللي هي مصممه خصيصا بالطرق دي، انت كده مش بتستفاد من الميزات بتاعتها، بل بالعكس بتاخد اعراض جانبيه وبتضر نفسك، وطبعا بيقلل من فاعليه الدواء اللي انت بتاخده. الحاجات دي طبعا مثال على الحاجات دي اقراص الحديد. اقراص الحديد الفيروجلوبين، الفيرترون، اغلبها بتلاقيها مغلفه. دي ما تفتحش الغلاف او الكوت اللي محطوط في الحبايه او في الكبسوله بتاعه البرشام، لا طبعا دي تتبلع زي ما هي بالكبسوله.
ما ينفعش تفضيها او تمضغها. زي برضو حبوب او الاقراص بتاعه المعده، دي بتبقى في صوره، اغلبها في صوره كبسولات، دي برضو، او حتى لو مش في كبسولات، دي ما حبوب المعده دي ما تتمضغش ولا ما تتكسرش، تتبلع زي ما هي. برضو بعض الحاجات مضادة للالتهاب زي مثلا الألفلترن أو الأمبيزيم، الحاجات دي ما تتمضغش وما تتكسرش، دي زي ما هي كده تتاخد، تتبلع بلع، وهي مصممة بطريقة معينة بتشتغل في الجسم علشان تدي أقصى فاعلية ليها. طيب أنا لو صعب عليا إن أبلع دواء معين وصعب عليا إن أبلعه، استشير الطبيب او الصيدلي انه يطلع لي ويكون نفس الدواء نفس الماده الفعاله دي، بس يكون دواء شراب، او يكون تركيز مخفف على بدم انا حساه تقيل على المعده او كده. لكن ما ينفعش هو معمول بطريقه معينه انا اغير من شكله، فهو كده الفاعليه والكفاءه بتاعته هتقل وهتحصل لك اعراض جانبيه انت في غنى عنها. الخطأ الشائع الثالث وهو نسيان الجرعه. تنسى الجرعه تقوم تضاعفها علشان تعوض اللي فاتك. ناس كتير طبعا أول لما تنسى جرعة معينة من الدواء بيتهيأ لها إنها تصلح الخطأ ده بخطأ أكبر، وهي إنها تاخد الجرعة مضاعفة، كأن الجرعة الحالية والجرعة السابقة. ده بينفع في بعض الحالات، بس طبعا دي مش قاعدة، وطبعا ده ما ينفعش يحصل في أدوية كتير جدا، فلازم نسأل الأول. يعني هو بيبقى مفيد في حاجات قليلة، لكن في الأغلبية ده بيبقى خطر جدا، خاصة مع أدوية الضغط وأدوية السكر. دي طبعا يعني بتبقى لها مضاعفات شديدة جدا، وما ينفعش فيها إن أعمل حاجة زي كده أبدا، لأنه ممكن ينتج عن مثلا دواء السكر لو أخدت جرعتين في نفس الميعاد على أساس أنت في نيتك إنك بتعوض الجرعة اللي فاتت، فأنت كده لا إما هيحصل هبوط حاد في السكر، ممكن توصل لغيبوبة السكر، وممكن برضو ارتفاع مفاجئ في السكر. يعني في كلا الحالتين يعني ضرر جسيم. نفس الموضوع برضو بالنسبة للضغط، لا إما هيحصل هبوط حاد في الدورة الدموية أو الضغط، لا إما هيحصل ارتفاع شديد في الضغط، ما ينفعش. طيب أنا لو نسيت الجرعة، في الحالة دي أخدها وقت ما افتكر، لكن ما أجلهاش بحيث تجمعها مع الجرعة اللي وراها، ده بيبقى خطأ. يعني لو نسيت الحباية أو الجرعة أخدها وقت ما افتكر، لكن ما اجمعهاش مع اللي بعدها. طيب لو لقيت الوقت بتاع الجرعة اللي بعدها قرب، خلاص يبقى ما ساعتها أوقفها وما أخدهاش وخليني في اللي جاية بس. لولا مثلا ما تقيس نسبة السكر وتتابع بقى نسبة السكر والضغط وكده، وتنتظم بالجرعة المطلوبة فقط، ما ينفعش تاخد جرعتين مع بعض. الخطأ الجسيم الرابع وهو خلط الأدوية بدون استشارة الطبيب، وده طبعا من أخطر الأخطاء، خصوصا بيقع فيها خاصة كبار السن علشان بياخدوا أدوية كتير. مثال مثلا، واتكلمنا في فيديو قبل كده عن الحاجات اللي مينفعش تتاخد مع بعض، في برضو زي الأسبرين، زي أدوية النزيف، زي البلافيكس مثلا، زي البروفين، الحاجات دي ما بتنفعش تتاخد مع بعض، ويبقى لها تداخلات خطير جدا. فنحاول على قد ما نقدر ما ناخدش أي أدوية ما تكون بيتجمعوا مع بعض في نفس الوقت، لا إما لو مضطرين نسأل الأول، نسأل الطبيب أو الصيدلي ونشوف ينفع والآثار بتاعتهم محدودة أو مقبولة ولا إيه بالظبط، نسأل لازم متخصص. المضادات الحيوية مثلا برضو اتكلمنا عنها مع حبوب منع الحمل، بتنفعش، بتقلل من الإفكت أو من التأثير بتاع حبوب منع الحمل، ممكن يحصل منع حمل، ممكن يحصل حمل غير متوقع. ممكن برضو المضادات الحيوية مع الكالسيوم أو مع اللبن، دي بتخلي مشاكل في القلب بتسبب عنها. فكده النصيحة اللي معانا في الجزئية دي ان ما ناخدش دوايين او اكتر الا لما نتأكد من الطبيب او الصيدلي انه امن وما فيهوش مشاكل. خامس حاجة يا جماعة او خامس خطأ جسيم ممكن بنقع فيه من غير ما ناخد بالنا، وهو تخزين الادوية بشكل خاطئ. الأدوية بتتأثر بالحرارة، بتتأثر بالرطوبة، بتتحلل وبتفك ومفعولها بيقل، والقيمة بتاعتها طبعا بتقل ومش بتدي نفس الإفكت لما بتتعرض لحرارة غير اللي هي اللي تقدر تستحملها، أو رطوبة أكتر من اللي هي تستحملها برضو. مثلا أدوية الشراب المضاد الحيوي دي بمجرد ما تتفتح لازم تتحط في التلاجة، ما ينفعش تبقى من غير التلاجة. بعد الفتح، قبل الفتح ممكن، بعد الفتح دي لازم تتحط في التلاجة.
الانسولين لازم يتحط في التلاجة، حتى في الصيدلية بيبقى لازم في التلاجة من قبل ما تتفتح اصلا. المادة بتاعتها ما ينفعش تقعد بره التلاجة، بتتكسر، بيبقى مفعولها ملوش لازمة او بيقل جدا عن اللي المفروض يديه. الفيتامينات والمكملات الغذائية ما ينفعش تتحط في الحمام. الحمام الرطوبة بتاعته مختلفة. ما ينفعش تقعد في المطبخ فيه درجة حرارة مختلفة عن اللي تقدر تتحملها. الأدوية دي، الأماكن دي ما ينفعش نحط فيها علاج أصلا. الأدوية يا جماعة لازم تتخزن في مكان يكون جاف، بعيد عن الشمس، بعيد عن الحرارة، وطبعا بعيد عن متناول الأطفال عشان خطر عليهم. لكن أنا بتكلم عن نقطة التخزين، لازم يبقى مكان جاف وبعيد عن الشمس وبعيد عن الحرارة. يعني ما ينفعش مثلا مطبخ، حمام، الأماكن دي يبقى مكان جاف وبعيد عن الشمس والحرارة. سطح مثلا مفيش حاجة اسمها كده. العلاج ليه مكان معين يتحط فيه، تكون درجة حرارة مناسبة. لازم كل عبوة بتلاقي عليها إنها تحفظ عن درجة حرارة كذا، في الغالب من 25 ل 30 درجة مئوية أغلب الأدوية. وأدوية التلاجة دي ما تزيدش عن 10 درجات. كل ده بيبقى مكتوب عليه. وفي طبعا بعض الأدوية من 5 درجة مئوية، فأنت على حسب. الخطأ السادس في استخدام الأدوية الاعتماد على وصفات الأهل والأصدقاء، ودي طبعا حاجة منتشرة جدا. الخطأ وهو إن الدواء ده نفعني يبقى هينفع غيري، الدواء ده نفع غيري يبقى هينفعني. القاعدة دي هي اللي ماشية، ودي طبعا خطأ جدا. وده لأن نفس المرض ممكن يكون له أسباب مختلفة عند كل واحد غير التاني، وبالتالي نفس المرض ليه علاج مختلف لأن السبب مختلف. ما ينفعش نفس الدواء علشان هي نفس الحالة فأنت تاخده زي ما مثلا ابن خالك خده وخف عليه. طب ما المرض ده سبب عندك غير السبب اللي مسبب له هو المرض. برضو يا جماعة في دواء ممكن ينفع حد ويضر التاني. يعني مثلا المسكنات، لو مريض كلى، المسكنات معروفة انها عبء على الكلى. فمثلا انا المسكن ده كان كويس معايا لما ضرسي وجعني او صداع او ايا كان، فانا حد قريبي عنده مشاكل في الكلى، اروح انا اقول له عليه، هو هياخده، هو نفع معاك انت وجسمك يتحمله عشان ما عندكش مشاكل في الكلى، لكن هو عنده مشاكل في الكلى هيضره. يعني نفس التأثير عليك مش هو التأثير عليه. فالنصيحة هنا اللي بنقولها لازم تستشير الطبيب أو الصيدلي لو خدت أي دواء جديد عليك، حتى لو الدواء ده لحاجة بسيطة، صداع، ألم أسنان، حاجات بسيطة، ما تستهونش. النقطة السابعة معانا في الأخطاء الشائعة، وهي إيقاف الدواء فجأة. إنك توقف الدواء فجأة، تكون ماشي عليه وتوقفه فجأة. وده اتكلمنا عنه مثلا زي البالماكورد، اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. ما ينفعش توقف فجأة، لازم بالتدريج. وده البالماكورت مثلا مثال على الحاجات اللي فيها كورتيزون. الكورتيزونات عموما ما ينفعش توقف فجأة، لازم نوقفها بالتدريج. زي برضو مضادات الاكتئاب، أدوية مضادات الاكتئاب دي لازم تتسحب من الجسم بالتدريج علشان ما تحصلش للمريض أعراض انسحاب ويتعب جدا لما تتسحب مرة واحدة من الجسم. المضادات الحيوية، أنا خدت حباية أو حبايتين لقيت نفسي خفيت ما كملش الشريط، ده خطأ شائع جدا، وطبعا خطأ، وده بيسبب مقاومة بكتيرية وبيبقى ممكن مضاد الحيوي تكرره تاني ما يجيبش معاك نتيجة، بتبقى البكتيريا اتعرفت عليه وغيرت من شكلها والحوارات المعروفة دي أو اللي اتكلمنا عنها كتير قبل كده. المضاد الحيوي لازم كورس يتاخد كامل، حتى لو انت خفيت تكمل الكورس ده. المضادات الحيوية بالذات بتجينا حالات يا جماعة بيبقى نفسهم في مضاد حيوي ينفع للبكتيريا في جسمهم، مش بيلاقوا مضاد حيوي مناسب بسبب ان بتحصل مشاكل مقاومة البكتيريا دي بسبب تعرف البكتيريا على معظم المضادات الحيوية علشان مش بيكملوا الكورس للآخر. بتجيلنا حالات بتبقى عاملة مزرعة في معمل مزرعة بكتيريا، البكتيريا ما فيش مضاد حيوي نافع معاها، لا اما بقى بتعلى على بال لما يلاقوا لهم مضاد حيوي مناسب بيتعب جدا وبياخدوا، يبقى دور برد او حاجه بسيطه ما ينفعش معاهم اي نوع مضاد حيوي، بياخدوا مضاد حيوي قوي. طب ما انت عشان يعني استهونت في الكورس وما خدتش المضادات الحيويه اللي هي الضعيفه او البدائيه بطريقه صحيحه، فجسمك ما بقيش تجيب معاه فبقيت تروح للعالي. مع ان الحاله انت لو ما كنتش استهونت او تساهلت في الجرعه وفي الكورس اللي المفروض تاخده ما كانش حصل لك كده، كان اي نوع هينفع معاك.
لكن طبعا المناعة بتاعتك مش بتقدر تقاوم، وتلاقي البكتيريا بتقاوم أي مضاد حيوي يدخل لها، وانت اللي بتتعب وتقعد بقى تعمل في المزارع وتدور على مضاد حيوي ينفع، وانت في غنى كان عن القصة دي كلها لو كنت بتستخدم مضاد الحيوي بطريقة صحيحة وبتكمل الكورس للآخر. العلاج يا جماعة ما يعني مواد كيميائية بتدخل جسمك، فانت لازم تبقى حريص، تبقى فاهم، وتسأل الدكتور او تسأل الصيدلي وهيرشدك للطريقة وتمشي عليها. ودي كانت 7 أخطاء شائعة يوميا بنشوفها، بنشوفها في الصيدلية وبنشوف في أي مكان، حتى بنشوفها في بيوتنا مع استخدام الأدوية. المفروض طبعا دي أخطاء شائعة وبس النتائج بتاعتها وخيمة، وهي بسيطة يعني معرفتها، ممكن نقدر نتجنبها بسهولة. فلو عاوزين نحافظ على صحتنا وناخد العلاج بشكل صحيح، لازم نحافظ على الكم ملحوظة دول ونتجنب الأخطاء دي، وطبعا ما نكررهاش. وأنا عارفة إن الأخطاء دي معظمها طبعا بيكون بتحصل بشكل غير مقصود، لكن مع الوعي إحنا ممكن نحمي نفسنا ونحمي أهلنا من مشاكل كتير جدا. ويا جماعة لو عندكم سؤال عن أي دواء أو أي موضوع نحب نشرحه سيبولي في الكومنتات. وفي النهاية اللهم اجعل هذا العلم صدقة جارية عنا، وما تنسوش لايك وشير عشان غيركم يستفيد، ولو مش مشتركين في القناة فعلوا الجرس، سبسكرايب وفعلوا الجرس، وانتظرونا في معلومة جديدة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.